واحدة خرجت تجري في الشارع من غير هدوم خالص، والناس بقت مستغربة جدا. في ايه؟ مالها دي؟ ايه خلي واحدة تجري في الشارع بالمنظر ده؟ وازاي مش مكسوفة خالص؟ وشوية يلاقوا راجل عمال يجري وراها في الشارع وهي عمالة تجري منه. بينا نعرف ايه اللي حصل وصلهم لكده، وارتباطهم ببعض في الأول كان شكله ايه. مستنية اللايك وتعليقك الجميل قبل ما تكمل الفيديو. أحمد السيد عنده 20 سنة من الجيزة. أحمد ده حكايته حكاية. كان عنده عقدة نفسية بسبب ان باباه كان شغال بيسلك البلاعات المسدودة في الشارع. ابنه كان مستعر من شغلانة باباه عشان العيال في المدرسة كانوا بيعيروه بيها. عشان كده ثقته بنفسه كانت قليلة جدا، وطلع من المدرسة وهو في أولى إعدادي وما كملش تعليمه، وقرر ان هو يشتغل أحسن ما يتعلم. وساعتها باباه حاول يخليه يكمل تعليمه بأي طريقة، بس أحمد رفض ان هو يكمل تعليم. احمد كان قليل الادب جدا مع باباه، كان دايما يتخانق معاه ويقوله انت السبب ان انا اسيب تعليم، بسبب ان زمايلي بيتريقوا عليا، وبسبب الشغلانة بتاعتك دي. وفي مرة وهو بيتخانق معاه ابوه تعب جدا ومات في وقتها. احمد ساعتها زعل قوي، وحس اللحظة كده ان هو خسر باباه، وكان هاين عليه ان هو يموت نفسه. بس مامته لحقته وفضلت معاه ما سابتوش لحد ما طلع من الحالة النفسية اللي هو كان فيها دي، وبدأ يشتغل ويعيش حياته لحد ما كبر شوية وعقل، وابتدى ان هو يشيل مسؤولية. وساعتها عرف اللي كان بيعمله ده غلط، وحاول ان هو يصلح غلطته ويرجع يكمل تعليمه تاني. وهو عنده 20 سنة بدأ ان هو يدور على عروسة عشان يتجوز ويستقر. مامته جابت له عروسة بس ما كانتش جميلة قوي. طبعا اتضايق وقال لمامته احنا بعد كده قبل ما نروح للناس وريني صورتها الاول عشان ما نكسفش حد معانا، ولو هي ما عجبتنيش يبقى انا وفرت على نفسي المشوار. فقالت له خلاص انا هجيب لك الصورة. وفعلا بعدها باسبوع جابت له الصورة. احمد اول ما شافها عجبته جدا وقال لها خلاص انا موافق ورايح احدد ميعاد عشان خاطر اخطبها. ولما احمد راح ودخل عند العروسة وشافها اكتشف فعلا ان هي جميلة جدا. وساعتها اتكلم مع باباها وقاله ان هو عنده شقة وان هو شغال ومرتبه كويس. فباباها وافق مبدئيا على الخطوبة وقروا الفاتحة. واحمد قعد يتكلم معاها عشان يتعرفوا على بعض اكتر. وساعتها تغريد عجبها احمد وكانت بتتكلم معاه كويس جدا. بس لما عرفت انه مكملش اخر سنة في الجامعة معاملتها اتغيرت معاه. ولما احمد لاحظ ان هي بقت تعامله وحش قال لها مالك يا تغريد في ايه؟ قالت له بصراحة انا في الاول كنت موافقة عليك لاني كنت فاكرة انك كملت تعليمك. انا بصراحة مش هقبل ان عيالي يكون باباهم مش مكمل تعليمه. ساعتها احمد اتضايق قوي لانه ما كانش متوقع منها رد الفعل ده خالص. والمصيبة بقى ان هو اصلا كان بدأ يحبها ويتعلق بيها. عشان كده حاول ان هو يتحايل عليها ويتكلم معاها تاني ويقول لها ان هو كان غصب عنه وقتها. بس تغريد كانت مصممة وقالت له مش هينفع. وكمان وهم قاعدين قالت لباباها يا بابا طلعه بره انا خلاص مش عايزاه. ساعتها احمد قعد يعيط وما كانش عارف يعمل ايه. عشان كده راح واخد بعضه وماشي من غير ما ينطق ولا كلمة. ولما روح البيت فضل يعيط على الموقف اللي حصل معاه ده، وحالف انه هو خلاص مش هيتجوز وهيفضل طول عمره عازب. وفضل مكتئب في البيت فترة طويلة وما كانش بياكل ولا بيشرب ولا حتى بيروح الشغل، وتراكم عليه ديون كتيرة قوي. فبعد كده اضطر ان هو ينزل يشتغل بعد محايلات كتير قوي من مامته علشان ان هو لازم يشوف حياته. وقرر ان هو مش هيوقف حياته عشان حد وهينسى كل اللي حصل.
بس برضو مع الوقت ما قدرش ان هو ينسى تغريد دي خالص، وكان طول الوقت في باله. وفضل الموضوع ده حوالي 3 سنين لحد ما احمد بقى عنده 24 سنة. ساعتها مامته اتحايلت عليه عشان يتجوز ويخلف، عشان كانت عايزة تشوف عياله قبل ما تموت. احمد كان رافض في الاول، بس مامته قعدت تتحايل عليه كتير قوي لحد ما وافق، وقال لها خلاص انا هدي نفسي فرصة تانية. وساعتها مامته قالت له انا هشوف لك احلى عروسة وتكون بنت ناس وكويسة. بس الحقيقة دورت كتير ما كانتش لاقية العروسة اللي بالمواصفات اللي احمد عايزها. قعدت تدور فترة طويلة جدا لحد ما شافت واحدة قريبة من المنطقة بتاعتهم، فعجبتها جدا. بس الحقيقة هي دورت كتير وما كانتش لاقية العروسة بالمواصفات اللي احمد عايزها. قعدت تدور فترة طويلة جدا لحد ما شافت واحدة قريبة من المنطقة بتاعتهم، فعجبتها جدا. وراحت تسأل عليها عشان تعرف بيتها فين بالظبط، وتسأل على أهلها كويسين ولا لأ وكده يعني. ولما وصلت بيتها وسألت عليها، معظم الجيران مرضيوش يردوا عليها، وكل اللي كانوا بيقولوه ربنا يصلح حالها. وفي ناس تانية قالوا ان البنت دي محترمة جدا وملهاش دعوة بأي حد، ومامتها ماتت من وهي صغيرة وباباها هو اللي رباها. فمامة احمد فرحت جدا ان البنت محترمة، وراحت بسرعة رجعت البيت واتكلمت مع احمد وقالت له انا لقيت لك عروسة حلوة جدا، وحكيت له على كل اللي حصل. فاحمد قال لها اشوفها الاول من بعيد وبعد كده ابقى اشوف انا هروح اتقدم لها ولا لا. وفعلا تاني يوم راحوا عند المنطقة دي، وفضل مستنيها لحد ما نزلت، واحمد شافها وعجبته جدا، وقال لمامته ان هو موافق. فمامة احمد مشيت وراها واتكلمت معاها وسألتها انت مرتبطة ولا لأ. فقالت لها انت مين وبتسأليني ليه؟ فراحت قالت لها انا عايزة اطلب ايدك لابني اللي واقف هناك ده، وشاورت لها عليه. فالبت استغربت قوي وكانت عايزة تضحك بسبب التصرف ده، بس مسكت نفسها وبصت لأحمد، لقت ان هو شكله كويس يعني وغلبان مش زي باقي الشباب. عشان كده قالت لمامته ان هي موافقة، واديتها رقم باباها وكلمته وحددوا الميعاد علشان خاطر يتقابلوا. اول بقى ما احمد ومامته راحوا هناك وهم قاعدين، احمد اتصدم جدا لانه لقاها شكلها وحش جدا. ولما شافها اول مرة كانت حاطة ميك اب كتير قوي كان مغير شكلها وما خدش باله، فحس ان هو عايز يقوم يمشي من القعدة دي. بس مامته قالت له اقعد، البنت باين عليها كويسة ومحترمة، وغصبت عليه ان هو يقروا الفاتحة، واتفقوا وقتها على الخطوبة. احمد بقى ساعتها وافق عشان خاطر مامته كانت هتزعل. وبعد ما قروا الفاتحة اتفقوا على ميعاد الخطوبة واتفقوا على كل حاجة، وبعد حوالي شهر اتخطبوا رسمي. احمد في الاول ما كانش مرتاح لها خالص، وكان بيتلكك لها عشان يفسخ الخطوبة، وكان بيتخانق معاها كل شوية. بس البت كانت بتعديله الخناقات وكانت بتكبر دماغها وكانت بتاخده على قد عقله، لان هي اصلا مش كويسة وبتحب واحد تاني ومقضياها معاه. احمد بقى كان كل ما يلاقيها بتهدي الدنيا ومش بتزعق معاه وبتستحمله، بدأ ان هو يحبها ويتعلق بيها وما بقاش قادر يستغنى عنها. واول ما حالته المادية بقت كويسة وشقته جهزت، قدم ميعاد الفرح عشان يتجوز على طول، واتجوزوا في خلال شهر. اول الجواز الحياة كانت كويسة قوي، واحمد كان فرحان ان هو اتجوز، وراحوا شهر العسل. ولما رجعوا احمد كان بيطحن نفسه في الشغل وبيشتغل بدل الشغل 2 و3 عشان يوفر حاجة كويسة لمراته ويجيب لها كل اللي هي عايزاه. بس للأسف هي ما كانتش تستاهل ده، وزهقت منه عشان شايفاه دايما غايب عن البيت
ومش موجود اصلا. وبدأت بقى تحن للشباب اللي كانت بتكلمهم قبل الجواز، ورجعت ان هي تتواصل معاهم في التليفون وان هما يحبوا في بعض ويتقابلوا. احمد طبعا كان مطحون في شغله ومش حاسس بكل القرف اللي مراته بتعمله ده. وبدأ الشباب دول كمان يجولها في البيت. الاول كانت رافضة، بس بعد كده وافقت لان لقيت ان الدنيا امان، واحمد اصلا طول اليوم في الشغل. فقالت ايه المشكلة يعني لما يجوا يقضوا معايا اليوم ويمشوا قبل ما هو يجي. اول مرة كانت خايفة قوي، بس بعد كده الموضوع بقى بالنسبة لها عادي. كان بيجي الشاب ده يلبس نقاب كأنه واحدة ست ويطلع عادي وتفتح له البيت ويدخل. وكانت بتعمل الموضوع ده مع شباب كتير جدا، وبقت واخدة الموضوع كشغلانة، وكانت بتاخد منهم كمان فلوس. ومع الوقت بدأت تتقل عليهم ومش تخليهم يجولها البيت، ومرة في مرة بدأت تقول لهم لازم تدفعوا فلوس اكتر ولو حابين. لكن هما حسوا ان هي بتستغلهم. بس بصراحة بعد كده وافقوا، وما كانتش بتجيب شاب واحد بس، لا دي كانت بتجيب بالاتنين والتلاتة مع بعض في المرة الواحدة. يعني حاجة في قمة السفالة وقلة الأدب. واحمد في نفس الوقت كان عايش معاها في البيت ولا دريان بأي حاجة خالص. وفضل الموضوع ده مستمر في فترة طويلة جدا، لحد ما في مرة أحمد بدأ يشك فيها لأن تصرفاتها بقت غريبة جدا، وفي نفس الوقت سمعتها كانت وحشة، والجيران اللي كانوا ساكنين معاها بدأوا يتكلموا عليها. احمد في الاول كان بيطنش، بس لما لقى ان الكلام بقى كتير قال ان هو لازم يتأكد بنفسه. عشان كده قرر ان هو يرجع من الشغل بدري ويشوف الكلام ده صح ولا لا. وفعلا تاني يوم احمد رجع من الشغل بدري، واول ما دخل البيت اتفاجئ ان مراته معاها 3 رجالة في الشقة. ساعتها اتصدم وما كانش مصدق اللي شافه قدامه، وحاول يخلص عليها وعلى الرجالة اللي معاها، بس معرفش، هما كانوا اقوى وضربوه عشان يهرب. بس احمد قدر ان هو يمسك منهم واحد، قام جاب السكينة وضربه في رقبته، وقع على الارض وقطع النفس. ساعتها هي اتخضت من المنظر وطلعت تجري من الشقة وقعدت تصرخ في الشارع وهي من غير هدوم خالص. الناس اول ما شافوا منظرها ده وهي من غير هدوم اتصدموا وقالوا لها في ايه. ما كانتش عارفة ترد عليهم وتقول لهم ايه اللي حصل ولا تتصرف ازاي، وسكتت خالص. وفجأة الناس لقيت احمد طالع ومعاه سكينة وعايز يموتها، بس الناس مسكوه وحاولوا يفهموا منه في ايه. قال لهم ان هو قفشها مع رجالة في الشقة وفي واحد منهم موته والتانيين جريوا. ساعتها احمد حاول يهرب من الناس اللي كانوا ماسكينه عشان يخلص عليها، بس معرفش، والناس بلغوا الشرطة، وفي خلال وقت قصير جدا الشرطة جت. احمد طبعا كان مفكر ان هو هيطلع براءة عشان قتل دفاع عن شرفه، بس طبعا القانون مفيش حاجة اسمها كده، والمفروض ان هو كان هيتحكم عليه بالاعدام بتهمة القتل العمد. بس المحامي عرف يثبت ان هو قتل بسبب الغدر وكان بيحافظ على شرفه، بس ما كانش فيه سبق اصرار. فراحوا حكموا عليه بسنة سجن، ومراته اتحكم عليها ب2 سجن، والشباب اللي هربوا اتحكم عليهم ب2 برضو. احنا طبعا لازم نبقى عارفين ان اي حد هيمشي في طريق الزنا ده اخرته هتبقى سودة على دماغه. ربنا يسترها معانا جميعا. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.